تعرفوا يا حلوين إن الحاجة اللي بنحبها قوي ممكن في يوم تبقى سبب خوفنا. حدوتة النهاردة عن خروف صغير كان عنده فرو أبيض جميل قوي، وكان فاكر إن جماله ده هو كل حاجة. تعالوا مع بعض نسمع الحدوتة. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، كان في خروف صغير عايش في مزرعة هادية وعنده فرو أبيض جميل كله تموجات حلوة. أي حد يشوفه يقول له إيه الجمال ده، يا سلام على الفرو الأبيض الجميل. والخروف الصغير بيبقى مبسوط قوي وفرحان بنفسه. ومع كل ربيع كان بيجي المزارع يجمع الغنم والخرفان ويقص لهم الصوف ويبيعه في السوق علشان يعمل منه هدوم تدفي الأطفال. ولما الخروف الصغير كمل سنة، جت مامته وقالت له النعجة: يا حبيبي، جه وقت قص الفرو وتحس إنك خفيف ولطيف. لكن الخروف الصغير قال وهو زعلان: لا يا أمي، أنا جميل كده ومش عاوز فرو يتقص، وبعدين أنا مش حاسس إني حران، وصوفك كفاية على المزارع. خدته أمه ورا بيت المزارع، وكان فيه بطاطين وبلوفرات وشيلان متعلقة في الشمس، وقالت له: يا حبيبي، شايف اللي أنا شايفاه؟ الحاجات دي كلها من صوفنا. الخروف الصغير عجبته الهدوم واتمنى يلبس طاقية حمراء فيها كورة صوف بيضة، بس قال: خلينا نفكر السنة الجاية وسيبي فروي دلوقتي. وكان للخروف 3 صحاب: الماعز فلفل، والبطة بتوت، والخروف نمنم. نمنم كان مبسوط علشان فرو قصير وبيجري بسهولة وهو خفيف. وفي يوم الصحاب وصلوا جنب الغابة، وفجأة طلع لهم ذئب وسط الشجر. جروا بأقصى سرعة، بس فرو الخروف الصغير اشتبك في شجرة شوك. حاول يفك لكن ما كانش عارف. الذئب كان بيحاول يقرب منه والخوف ملأ قلبه، وبآخر قوة عنده شد نفسه وطلع، بس ساب حتة كبيرة من فرو متعلقة في الشجرة. جري ورا أصحابه وبعدها جري على مامته وهو بيعيط ويقول لها: يا أمي، خلي المزارع يقص فروي دلوقتي، الفرو الطويل كان هيخلي الذئب ياكلني. وفعلا المزارع قص فرو الخروف الصغير وباعه في السوق، واتعمل منه هدوم تدفي الأطفال الصغيرين والبيبيات. والخروف الصغير حس إنه أخف وأأمن حتى لو ما بقاش شكله زي الأول. اتعلم من هنا إن الجمال مش في الشكل وبس، وإن الحاجة اللي بنحبها لازم تكون مفيدة كمان. ونام الخروف الصغير وهو مطمن في المزرعة، مستني الربيع الجديد علشان يعيش وسط أصحابه وينبسط معاهم. وبكده تكون الحدوتة خلصت. يا رب تكون عجبتكم وتعلمنا منها إن الجمال الحقيقي إننا نكون أذكياء